يا صباح الفل، جمعة مباركة عليكم يا رب وعلينا كلنا، اللهم امين. شايفين الجمال؟ كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص شوكولاتة في البيت من غير اي حاجة خالص. كل المكونات اكيد موجودة عندنا في البيت ومش مكلفة كتير. تعالوا نشوف عملناها ازاي. الاول كده يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك بقى للفيديو واشتراك في القناة. بصوا المقادير بتاعتنا بسيطة جدا. معايا كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية من الكاكاو الخام، وكوبايتين من الدقيق، 2 بيضة وبيكنج باودر وفانيليا، والدقيق عليه رشة ملح صغير. ادي البيض وادي الفانيليا وادي البيكنج باودر. هنركن دول على جنب وتعالوا نشوف هنبدأ نعمل الصوص ازاي. معايا كوباية من السكر، عليها كوباية من نص كوباية من الكاكاو الخام لان المج ده الصغير، نص التاني يعني. وكوباية زيت، وكمان كوباية من اللبن. ويلا هنضرب كل المكونات دي مع بعض. المكونات دي كلها هتتضرب في الخلاط، بس انا الخلاط بتاعي مش شغال فهعمله بالهاند بلندر. هنحط كمان معلقه كبيره من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. اي نوع نسكافيه عندك حطي منه معلقه كبيره. انا المعلقه اللي عندي صغيره فحطيت معلقتين ومش مليانين قوي كمان. هبدأ بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض علشان يطلعوا معايا احلى صوص شوكولاته ممكن نعمله. اهم حاجه نضرب كويس عشان السكر يدوب كويس. لو عندك سكر بودر ممكن نحط سكر بودر. تمام. بصوا الخليط او الصوص معايا بقى شكله عامل ازاي. طبعا كل ما بيقعد في التلاجة كل ما بيتقل اكتر. هنا انا كنت مستنيه بس الولاد يجيبوا لي كوبايه كبيره او مج كبير اخد منه. ففي الفتره ديت انا فضيت البيكنج باودر على الدقيق. هنا بقى هاخد كوبايه كبيره كده من الصوص اللي انا عملته ده وهحطها في التلاجة. ونخلي بالنا زي ما قلت لكم ما يبقاش تقيل قوي علشان لما يفضل في التلاجة هيتقل اكتر. دي بقى هشيلها على جنب علشان دوت اللي الصوص اللي هحطه على وش الكيك. تعالوا بقى نكمل باقي الخليط اللي معايا او باقي الصوص. هنزل بيه على ببيضتين. هكسر البيضتين كده وانزلهم على الصوص دوت. طبعا هحط الفانيليا، كيس من الفانيليا او معلقه صغيره او نقطتين فانيليا سايله، لا زي ما انا هعمل كده بس. هحط كمان معلقه صغيره خالص خل عشان دي بتخلي الكيك معايا هش كده وحلو خفيف. هضرب بقى كل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كل حاجه كده تتجانس مع بعضها. وهنزل بالدقيق عليهم. انا بقالي فتره طويله قوي، يمكن من اول ما بدات القناه ما عملتش معاكم كيكه الشوكولاته دي. فعملتها النهارده كده حاجه سهله وسريعه. بصراحه كنت راجعه من الشغل مش قادره والله، بس يعني هم خلاص كانوا عايزين ياكلوا حاجه حلوه فقلت لازم بقى ايه اعمل لهم حاجه حلوه. يعني اعتقد كل المكونات موجودة عندنا في البيت. يعني ممكن نلاقي عندنا على طول كاكاو خام، لو ما عندناش ممكن ب15 او ب20 جنيه من عند اي عطار. تمام، هيعملوا لي الكيكاية، مش حاجة يعني. هنا كنت دهنة صينية رشة زيت وحاطة فيها شوية دقيق كده مبدراها بالدقيق. هنزل فيها بالخليط كده كله في الصينية. انا طبعا حطيت البيض على الصوص الشوكولاته اللي انا عملته والفانيليا، وقلبت كويس او ضربتهم كويس جدا ونقطه الخل كمان. وبعد كده نزلت عليهم بالدقيق وضربتهم كويس جدا لحد ما كله تجانس مع بعضه كده وبقى معايا قوام الكيكه بالشكل ده. فرن بقى ساخن متسخن قبل كده. وهنحط الكيكه على الرف اللي في النص، هتاخد بالظبط تلت ساعه وعلى درجه حراره هاديه جدا. بصوا ده شكل الكيك بتاعي بعد ما استوى. هقطعه. بنسيبه كمان يبرد علشان لو حطينا الصوص عليه وهو سخن الصوص هيسيح شوية ومش هيمسك عليه. هبدأ بقى نقطع الكيك كده زي ما انتوا شايفين، كل اي تقطيعة انت حباها، قطع كبيرة قطع صغيرة زي ما انت حابة. هجيب بقى صوص الشوكولاتة
وهبدأ انزل بيه على وش الكيك كده زي ما انتوا شايفين. هسقي الكيك كله. ممكن كمان نعمل خطوة حلوة قوي، ان احنا نجيب معلقتين من اللبن وندوب فيهم معلقة سكر ونسقي بيهم الكيكة الاول قبل ما ننزل بالشوكولاتة على الوش. ده بيدي طراوة للكيكة حلوة قوي. انا كنت ناوية فعلا ان انا اعمل كده مع الكيك ده النهاردة قبل ما احط صوص الشوكولاتة، وللأسف نسيت خالص. الولاد من ساعة ما قعدوا جنبي وانا بعملها وهم كل شوية رايحين جايين على المطبخ يبصوا على الفرن ومستنيين انها تستوي. تعالوا افطروا معايا. يعني انا دلوقتي من قلب الحدث حتة كيكة ومج نسكافيه وكده تمام اهو. بصوا شكل الكيكة بتاعتي بقى، الفراغات اللي فيها المسام بتاعتها حلوة قوي، الكيكة طرية وهشة. ده بقى فيديو سهل وسريع كده لطريقة عمل كيكة الشوكولاتة في البيت بمكونات سهلة، مكونات يعني اقتصادية او موجودة عندنا في البيت، مش هنحتاج ان احنا نجيب اي حاجة من بره. يلا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك حلو، تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.